السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مستر محمود؟ وعليكم عامل ايه؟ السلام يا دكتور. اول ما نخلص السيشن هبعت لكم لينك. اللينك ده جوجل فورم، حضرتك هتسجل فيه زي بياناتك، الاسم، ويا ريت لو صورة شخصية كده، او حتى تصور نفسك بالموبايل في ساعتها وتبعتها لنا. الوظيفة الحالية، السن، عشان نبقى عارفين احنا بنتعامل مع مين. شغلتك الحالية، شغال اوديتور، شغال اكاونتنت، شغال ايه؟ سنوات الخبرة، هل واخد شهادة قبل كده سي ام اي او سي بي اي او سي اي اي او اي حاجة تانية؟ هل حضرت كورس ايفرس قبل كده؟ عشان نبقى عارفين البيانات دي اللي هترمي عندنا في شيت فولو اب بالشكل ده. ان كل واحد هيبقى ليه شيت، وقدامه في الشيت المحاضرات بتاعتنا ال 37 محاضرة. هم 37؟ اه، 37 محاضرة هيخلصوا بإذن الله. التايم تيبل بتاعنا في حدود 4 شهور ونص مرتاح. خلي بالك، 4 شهور ونص ده مرتاح 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 يعني. أنا مش ضاغط الدنيا خالص. 4 شهور ونص هنخلص الكورس بالكامل، والشهر ونص دول اللي هنقعد بقى معسكر مغلق، بعمل لك إعداد للامتحان. طيب والشيت ده هنتابعك فيه ازاي؟ زي ما حضرتك شايف، لما بتخلص المحاضرة بتروح جاي معلم تك هنا، وتيجي مثلا في المحاضرة بيبقى فيها شوية أسئلة، والأسئلة معظمها امتحانات سنوات سابقة. بتروح جاي فاتح، لأن مش كل الأسئلة اللي هتحلها بإيدك، بس أنت هتلاقيني وأنا يعني بحل معاك السؤال، لأن كل الأسئلة دي محلولة. هتلاقيني بقول لك افتح وحل معايا بإيدك، يبقى يا ريت ساعتها تحل بإيدك، لأن الامتحان معتمد على التايب رايتنج، على كيبورد. فلو انت ايدك مش سريعه في الكتابه، انت خلال ال6 شهور دول وانت بتحل معاه الاسئله ايدك تبقى سريعه. لان الامتحان اكتر حاجه مؤلمه فيه، انا بقول لكم لسه خارجين من الامتحان امبارح، لسه فريش اهو. انا امبارح اكتر حاجه ضايقتني في الامتحان الوقت. انا عارف المعلومات وعايز اكتبها، وعايز اكتب لك المعيار كما ينبغي، بس مفيش وقت. فلازم التايم مانجمنت، ان انا اعرف ادير الوقت وايدي تبقى خفيفه، اعرف اكتب بسرعه عشان اعرف اكتب معظم المعلومات والم درجات، وان شاء الله اجتاز الشهاده. فانت هتيجي مختار هنا على كل سؤال انت عملت فيه ايه، ولو في اي ملاحظه عندك، السؤال ده انا قابلت صعوبه كذا، انا مش عارف الحته دي ما فهمتهاش، هتكتبها عشان استاذ احمد واستاذ اسلام والعبد لله نقدر نعرف كمان ايه نقاط الضعف اللي قابلتك في الشهاده. يبقى ده كده بالنسبه لنظام المتابعه. طيب نظام الكورس نفسه بقى، انا هشتغل ازاي يا دكتور؟ الكورس نفسه ده الويب سايت بتاعنا، اللي حضرتك هتفتح من عليه الكورس زي ما انت شايف كده. هتلاقي الكورس بادئ بكم قائمه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 قوائم. لا، 7 قوائم كمان. 7 قوائم اهو، 7 قوائم. القائمة الأولانية الانترودكشن، دي فيها محاضرة أعتقد معظمكم شافها، اللي هي محاضرة الانترودكشن. إيه دي المحاضرة؟ 6 ساعات؟ لا، مش 6 ساعات، المحاضرة نفسها أهي 3 ساعات و4 دقايق. امال ليه يا دكتور مكتوب 6 ساعات؟ لان انا حطيت المحاضره كامله في لينك اهو كامل، وبعدين المحاضره متقسمه عناوين. جايز بعد كده وانت بتراجع وانت بتذاكر عايز تفتكر حاجه معينه، عايز افتكر الاكزام ستراكشر، شكل الاكزام ايه، عايز افتكر نسب النجاح، معدلات نسب النجاح، اروح جاي فاتح الفيديو ده اللي هو ال4 دقائق. يعني انا مقطع لك الفيديو ال3 ساعات لفيديوهات قصيره بالعناوين بتاعتها، بحيث حضرتك لو عايز ترجع لعنوان معين تعرف ترجع له. ده كده بالنسبه للانترودكشن. اكاونتنج بيزكس، ما ينفعش حضرتك نبدا الكورس من غير ما يبقى عندك البيزكس دي. دي بيزكس بتاعت سنه اولى وثانيه، اولى وثانيه جامعه، ديبت وكريدت وبتاع. بس لا، مش بس ديبت وكريدت، لا، ده انا قايل لك جواها قواعد مهمه هستخدمها في شرحي للمعايير. فلا بد ان انت تسمع برضو المحاضره دي كامله. ونفس الفكره، المحاضره 3 ساعات، بس قسمتها لك حتت علشان قدام لما جيت تيجي تدرس مثلا ES 16 Property Plant and Equipment، هتلاقي في حاجه بنعملها اسمها ديسكاونتنج لبروفيجن معين، وبعدين اعمل له انوايندنج. ايه ديسكاونتنج وايه انوايندنج؟ هتلاقيني عامل لها فيديو مخصوص اهو، بتتشرح في 15 دقيقه جوه البيزكس. فانت مثلا نسيت اساس الديسكاونتنج والانوايندنج ايه، ترجع لها من هنا. ودي اللي انا مش عارف شفتوا الفيديو، كان في فيديو قصير نازل بتاع بريبي، الناس اللي من اسكندريه. بالمناسبه الكورس بتاعنا ده اللي هياخده مش هيعرف يعمل دايت،
لان انا معظم الامثله وانا بالفها، لان انا راجل اكيل يعني بحب الاكل شويه، فهتلاقيني دايما بقول ايه امثله على مطاعم، على حاجات بريبي دوت مخبوزات بلبن. كلنا عارفين طبعا بلبن ده انا عامله اصلا الشركه اللي هي الفا، اللي استحوذت على شركه شوكولاته بلجيكي وشركه فستق لبناني وشركه عشان كنافه بيستاشيو وحاجات كده يعني. لما تقولها ان شاء الله هتلاقوا الموضوع بحاول اكسر بيها تقل دم المعيار، لان المعايير كلغه هتلاقي لغه المعيار قانونيه، هو لما بيكتبوا معيار لازم يكتبوه بلغه قانونيه. فهعلمك اللغه القانونيه، بس حاولت ان هي تبقى ايه على قد ما اقدر تبقى لطيفه شويه عشان ما تبقاش دمها تقيل عليك يعني. طيب دي كده المحاضرة التانية بتاعت البيزكس. يبقى المحاضرتين دول مش في المنهج، دول مش منهج، دول لنفسك انت. ده انا ببني لك باك جراوند عشان لما تخش معايا بقى في محاضرات المنهج تبدأ ان شاء الله تبقى ايه الحاجات سلسة معاك. الفيديو اللي بعده ده فيديو ريجستريشن، ده علشان لما ان شاء الله تنوي تخش بقى تحجز امتحان. والشهادة دي للأسف حجز الامتحان بتاعها بيبقى قبل ميعاد الامتحان ب4 شهور، فانت لازم تاخد القرار بدري، لازم تاخد القرار بدري حتى لو انت لسه ما خلصتش المعايير. يعني انا ان شاء الله تيم الفولو اب يتكلموا معاكم كمان شويه، هم تقريبا خلصوها في شهرين. ده مش ده مش الستاندرد، بس انا عشان عارف رجالتي ما شاء الله والكباستي بتاعتهم ايه، فانا ضغطت عليهم قلت لهم انا عايزكم معايا في الفولو اب، وانا عارف انتوا رجاله يعتمد عليكم، احجزوا الامتحان. حجزوا وكانوا لسه ما حطوش ايديهم في الشهاده، وما شاء الله دخلوا في شهرين قعدوا ذاكروا، وربنا ان شاء الله يكرمهم يا رب، وانا متاكد هيجيبوا سكور ان شاء الله اتفشخر بيهم فيه باذن الله. ف انا بس الغرض من كده ايه، ان الموضوع مش صعب. وعلى فكره هم بيشتغلوا شغلانتين مش شغلانه واحده، يعني كل واحد فيهم هو هيعرف نفسه كمان شويه، حد في بيك 10 وحد تاني في شركه، وفي نفس الوقت شغالين معايا فولو اب في السي ام اي. فيعني وقتهم ضيق، عشان بس انا عارف ان معظم اللي بيشتغل واللي متزوج وعنده اسره بيقول إن مشكلتي دايما في الوقت، كلنا مشكلتنا في الوقت، بس انا عشان عايز اعمل حاجه لازم اوفر الوقت، لازم اوفر لها وقت. طيب بعد الفيديو بتاع الريجستريشن والكلام ده كده، البارت الاولاني بتاع الانترودكشن خلص. هتلاقي عندك 4 بارتات A B C D، هم دول المعايير، دول ال4 كتب بتوع المعايير بتوعنا. وبعد كده الزبده بقى والخلاصه كلها الريفيجن. حضرتك دي نفس المعايير مره تانية A B C D، بس ايه مختصره بشكل ان شاء الله يجهزك للامتحان. يعني يا دكتور ينفع اذاكر دي بس انت لا طبعا، مش هتفهم الفيديوهات بتاعت الريفيجن لو انت ما سمعتش فيديوهات الشرح. فيديوهات الريفيجن انا بكلمك بمنظور انت هتخش الامتحان تكتب كده، تكتب كده بقى. لو انت سمعتها وانت مش سامع الفيديو الاصلي مش هتفهم، هتبقى مش عارف ازاي هتكتب الكلام ده. لكن لما تسمع الفيديوهات الشرح وتخش بقى على فيديوهات الريفيجن اللي زي ما انت شايف كلها على بعض، برضو العدد ده خادع، ال10 ساعات دول لا. فين الريفيجن اهي الريفيجن بارت دي مثلا مش ساعت مش 3 ساعات لا، لان برضو الريفيجن هتلاقيني مقطعها اهي بارت دي متقطعه معيار 32 محاضره 32 و35 33 33 36 37، وبعدين الفيديو على بعضه. يعني البارت كله اهو في ساعه ونص، ساعه ونص، وكل معيار جواها متقطع لوحده علشان لما تخلص المعيار عايز تشوف فيديو ريفيجن اللي هو الزبده بقى والخلاصه اللي هخش بيها على الامتحان وهكتب ايه في الامتحان، تروح جاي باصص على فيديو الريفيجن ده. ده كده فيما يتعلق بالماتيريال اللي على الويب سايت. الخطه الزمنيه، التايم تيبل بتاع الكورس يخلص في قد ايه؟ زي ما قلت لكم 4 شهور ونص. كنت بفكر في الأول نعمل لقاءين لايف، لقاء من العبد لله يوم السبت ولقاء من الفولو أب في وسط الأسبوع، بس قلنا كده الموضوع هيبقى تقيل شوية، لأن أصلا كده كده الكورس أنت موجود عندك أهو. فقلنا لا، هنخليها لقاء أنا سبت وتيم الفولو أب سبت، علشان أسمعك الكلام 3 مرات. يعني إيه 3 مرات؟ يعني انا النهارده، الله اكبر الله اعظم، انا المغرب بيدن عندي، انا ما اعرفش بقى المغرب بيدن عندكم ولا ايه، بس خلينا اكمل بس الحته دي ونريح بعديها نصلي المغرب ونرجع بقى نخش في المنهج. يعني أنا النهارده مثلا هبدا معاكم بارت ايه،
الشق النظري، وهبدا اتكلم معاكم البارت ده بيتكلم على ايه وموضوعه ايه. والمفروض البارت ده حضراتكم تخلصوه في بحر اسبوع زمن. والاسبوع اللي بعده نبدا اول معيار عملي عندنا اللي هو مين؟ ايفرس 15. بس خلينا اول اسبوعين يبقى على قد النظري بس علشان ما نثقلش عليكم. خلينا ناخد الموضوع بالراحه. والنظري اصلا انت هتشوف كلام فاضي. مجرد هتسمعه مرة في التانية هتلاقي خلاص الموضوع بقى بالنسبة لك سلس وخلص. ويبقى كده بارت كامل، كتاب كامل خلص ومهم، لأن بيجي بتكرار كبير جدا في الامتحان. بعد كده هبقى كل اسبوعين، انا مثلا الاسبوعين دول انا متارجت حضرتك تخلص المعيار كذا وكذا وكذا. هروح جاي انا يوم السبت هقول لك بص بقى الاربع معايير اللي انت هتخلصهم الاسبوعين دول، المعيار ده فكرته واحد اتنين تلاتة. وانت بتذاكر هتتك على دي ودي، وهتسمعها بالتفصيل وتحل ده وتعمل ده. عملت انا كده خلاص، حضرتك هتبدأ تشوف فيديوهات الشرح وتبدأ تمشي على التعليمات اللي انا قلتها. السبت اللي وراه تيم الفولو اب استاذ اسلام واستاذ احمد هيبداوا يعملوا معاكم سيشن، ياخدوا نفس المعايير مره كمان ويحلوا معاكم عليها اسئله ويعيدوا الاستريس على الشرح. لان انا لو انت سمعت فيديو الانترودكشن، اكتر نصيحه كنت انا بركز عليها التكرار. فانا هتبع معاك اسلوب التكرار بس بطريقه غير مباشره، ان انا هقول مره والفولو اب مره وانت بتذاكر مره، بحيث الموضوع كده تيجي في الاخر شهر ونص احنا بنراجع خلاص الموضوع بالنسبه لك ان شاء الله متستف وانت جاهز تبقى داخل على الامتحان على طول وتحل وانت رجل على رجل باذن الله يعني. ده السيستم اللي احنا هنمشي عليه. هنعمل لكم تايم تيبل وهنعمل كمان كل ما نخلص طبعا اول سيكشن ده عشان نظري مش هنعمل عليه موك اكزام. كل ما نخلص سيكشنين هنعمل امتحان عشان برضو حضرتك تحط نفسك في مود الامتحان. طب هو الامتحان بتاع الشهادة ايه؟ أربع أسئلة. سؤال كونسوليديشن، السؤال التاني مدير ضلالي بيبقى عايزك تعمل حاجات غلط ويقول لك أنا عايزك تعمل دي وتسوي دي علشان يختبروا يعني أخلاقياتك وهل أنت عارف الأخلاقيات بتاعت المهنة ولا لا، والمعالجات الصحيحة بتاعت الحاجات الغلط اللي المدير الضلالي ده بيقول لك عليها. سؤال رقم ثلاثة معايير بشكل عام، يجيب لك بقى معيار ولا اتنين ويقول لك كلمني عنهم يعني بالتفصيل. سؤال رقم أربعة، أنت اللي بتبقى المدير، أنت مدير حسابات وبيجي لك مدير أكبر منك بس مش محاسب ويسألك على معالجات سليمة، يقول لك أنا لاحظت في القوائم المالية هنا حصل كذا وهنا حصل كذا بس أنا مش فاهم ليه. فأنت بتبرر له المعالجات دي كلها كتابة، مفيش امتحان ام سي كيو. عشان كده من اول يوم لازم تتعود على ان انت بتحل كتابة. هتلاقيني وانا بحل معاك يعني مثلا لو فتحنا هنا اهو محاضرة الاثكس عشان دي اللي فيها اكتر اسئلة. هتلاقي مثلا السؤال ده بتاع امتحان ديسمبر 2021. حضرتك هتفتح كده هتلاقي ده السؤال اهو، انت فاتح السؤال قدامك ودي شكل الشاشة بتاعت الامتحان بالظبط. حضرتك بتفتح الشاشة وتبدأ تروح جاي حالل في الوورد بروسيسور نفس طريقه الشاشه بتاعت الامتحان. احمد انت رافع ايدك؟ استاذنك يا دكتور، في ناس عايزه تدخل بس نقبلهم. معلش. طيب ماشي. طب ما انا ازاي مش عاملك انت واسلام خليكوا ادمن. ما علينا. طيب يبقى ده شكل السؤال اهو. حضراتكم بتفتح وتروح جاي فاتح الوورد بروسيسور وايدك بقى على الكيبورد وبتقعد تكتب. بتكتب ازاي؟ بطريقه معينه وبمنهجيه انا هعلمها لك وهعرفك ازاي تكتب في كل سؤال. طيب فين بقى حلك انت يا دكتور؟ اهو يا حبيبي، انت دي الشاشه اللي انت فاتحها وبتحل فيها. هتلاقي الحل بتاعي اهو. فين؟ اللهم صل على النبي. السؤال اللي كنا فاتحينه كان مثلا امتحان 2021 اهو. ده الفيديو اللي فيه حل الأسئلة. تروح جاي السؤال اللي فاتح. بعده من جون 22 بيقول لي طبعا الشاشة طالعة بلاك عشان أنا بسجل، لأن السوفت وير ده بيخلي الشاشة تبقى بلاك. كبر كده يا سيدي، بيقول مم. لك جاما بريبير فاينانشال ستيتمنت اون 31 3. هتلاقيني قاعد معاك كأني بحل معاك على المكتب. أنا تعمدت وأنا بسجل، أنا قعدت أتعلم مونتاج
واتعلم ازاي اصور بالكاميرا، وازاي اعمل ايديت، وازاي اعمل مش عارف ايه، عشان اعرف اوصل لك الموضوع باكثر شكل ممكن، ان انا قاعد بحل معاك وفاتح الشاشه وبقول لك بص انا هكتب هنا كذا. وحتى السبيلنج بتاع الانجليش وانا بكتبه، هم ما بيحاسبوش على السبيلنج، بس على قد ما اقدر قلت خلاص يعني خلينا نتعلم الكلام صح يعني، طالما لان حطينا حته تشيك سبيلنج على السوفت وير بتاعنا عشان بالمره يبقى الكلمات عندنا حصيله لغويه كويسه. ولكن انا باكد عليك تاني، هم في الامتحان ما بيركزوش على السبيلنج. والكلام ده كلام المعهد مش كلامي، مش بقوله لك عشان تطمن، هو المعهد اللي قايل الكلام ده. طيب دي كده شكل الأسئلة وشكل الكورس بتاعنا والفيديوهات والسيستم اللي إن شاء الله هنمشي عليه. الكتب، مش عارف بقى الكتب وصلت حضراتكم ولا لا، بس ايا كان اللي وصل الكتب واللي ما وصلهوش، الكتب زي ما انت هتشوف برضو هتلاقيني كأني قاعد بكتبها، ان انا بدردش معاك، انا قاعد بتكلم معاك جوه الكتاب، كلام كتير وشرح كتير، انت مش محتاج منه كل التفاصيل دي. يعني انت لما هتيجي الاغراض الامتحان هتلاقي فيه كتاب كبير كده، اللي هو كتاب الاي 3. مش عارف مين وصل الكتب ومين لسه، في حد وصل الكتب؟ انا وصلني الكتب يا دكتور. انا لسه يا دكتور برضه ما وصلتليش. انا وصلتني الكتب برضه يا دكتور. طيب الحمد لله. الكتاب بقى الناس اللي وصل لهم الكتب، في كتاب كبير كده اي 3، اللي هو السمري، اللي هتلاقي اول صفحه شبه فيه اهي. الفيرجن بتاعت ستيم ايه برضو ايوه زي بتاعت السي ام اي. اول صفحه فيه انا حاطط لك فيها ايه، دول ال 37 محاضره بتوعنا كلهم اهم، دول ال 37 محاضره. طب وايه يا دكتور النسب اللي جنبها؟ دي احتماليات وقوع المعيار في الامتحان باحصائيه من ال 27 امتحان بتوع امتحانات السنوات السابقه. لا يا دكتور يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني مثلا حضرتك اول موضوع ريجيلاتري فريم ورك بنسبه 4%، يعني ايه؟ يعني جه مره واحده من ال 27 امتحان، فبقى نسبه وقوعه في الامتحان 4%. خدتوا بالكم انا عملت النسب دي ازاي؟ طب ليه انا عملت كده؟ عشان حضرتك وانت بتذاكر تبقى عارف برضو كل موضوع ده مهم قد ايه. يعني ايه فيكس؟ انا بص كاتب لك عليه نسبه كام؟ 100%. مش انا اللي بقول، ده المعهد. الايثكس بدأ اقرارها من 2022، والمعهد قال لك ما فيش امتحان هيجي ما فيهوش ايثكس، وبيجي مكانه معروف في السؤال الثاني بتاع المدير الضلالي عشان نديك معالجات خطأ ونشوف انت هتقول عليها ايه. فبقى دي حاجة مضمونة، وانت هتشوف النهارده لما هندردش فيها الموضوع بتاعها سهل جدا ما فيهوش اي حاجة يعني. فكل موضوع من دول حضرتك دي نسبته عشان تبقى وانت بتذاكر عارف برضو مدى اهميته. طيب الموضوع اللي بيبقى عامل بعبع للناس كلها في الشهادة دي، موضوع الكونسوليديشن، قوائم المالية المجمعة. هتبدأوا بقى تخشوا الكوميونتي بتاع الايفرس، وهتسمعوا اكيد الناس اللي ذاكروا ايفرس يقول لك الكونسوليديشن وما ادراك الكونسوليديشن. كونسوليديشن زي ما انتم شايفين مكانها في المنهج المحاضرة رقم 32. ايوه يا دكتور يعني دي اهم حاجة، وبتيجي بنسبة 100%، وعليها سؤال مضمون ب 25 درجة، وسايبها لنا في الاخر كده. ما هو ليه في الاخر؟ لان الكونسوليديشن شامله كل المعايير اللي قبلها، بتخبط لك في اي معيار من دول. وعلشان كده انا لما جيت اصمم المنهج ده اللي عطلني، ان انا خدت كل اسئله الكونسوليديشن دي والله بدون مبالغه. انا مش فاكر كام، عشان بس ما اقولش رقم ربنا يحاسبني عليه، بس انا حليت اسئله الكونسوليديشن دي عدد يعني لا يقل عن 7 8 مرات، عشان ابدا احللها واطلع هي اثرت في انهي معيار، وابدا اكريت عليها اسئله في المعيار نفسه. يعني هتلاقيني في المعيار رقم 5 ده، الموضوع الخامس، اول معيار عملي، جبت اسئله الكونسوليديشن اللي اثرت فيه. وبالمناسبه امبارح كان في الكونسوليديشن موجود في امتحان امبارح، جه معيار ايفرس 15 اللي هو الريفينيو ريكوجنيشن. طيب جه ازاي في الكونسوليديشن؟ هتلاقيني حاطط سؤال الكونسوليديشن بتاعه في المحاضره بتاعته، عشان ادربك على الكونسوليديشن من اول معيار عملي. هتبدا تاخدها معايا بحيث اول ما توصل للكونسوليديشن هتفاجئ ان هي خلاص انت عارفها. انت في المحاضره 32 انت بتراجع كونسوليديشن، مش لسه هتاخدها من الاول.
فان شاء الله يعني، ان شاء الله ربنا يكرم. انتوا هتحسوا بالمجهود اللي بذل في اعداد الماتيريال دي واعداد الكورس ده، واتعشم ان انتوا بقى يعني ان شاء الله تستفيدوا منه وتاخدوا الشهاده. انتوا هتبقوا اهم مشروع بالنسبه لي، لان انتوا اول دفعه. ولو احتجتوا ان انا اعمل 2 3 لايف في الاسبوع والله ما هتاخر عنكم. اللي انتوا هتعزوه هعمله. بس كل اللي انا طالبه كوميتمنت، التزام من حضراتكم، ان انت تخصص لي اتليست ساعة ساعتين يوميا. ما تقولش انا بذاكر اصلك يوم الخميس والجمعة في الاسبوع، لا ما ينفعش. شهادات المهنية والناس اللي خدوا سي ام اي عارفين الكلام ده. ما ينفعش فيها حكاية انا هقعد يوم مخصصه للمذاكرة، لازم ايدك في الموضوع يوميا. احنا شيت الفولو اب اللي عاملينه المرة دي، هتلاقي في حد كل ما يلاقيك كده مقصر بيبعت لك على الواتساب صح صح، انت ما ذاكرتش ليه الاسبوع ده، انت ما علمتش على المحاضرة دي، انت ما خلصتش دي. عشان انا هفضل وراكم، لان انتوا اول دفعة اللي ان شاء الله عايزكم تاخدوا الشهادة بسكور، ونبدأ ان شاء الله نتفاخر بيكم كده ونكرمكم تكريم يليق بحضراتكم. طيب نسمي الله بقى كده ونشوف احنا خريطة المنهج بتاعنا عبارة عن ايه. منهج زي ما انتم شايفين كده 37 معيار. اللي فيكم سمع الانترودكشن هيبقى عارف، وانا حكيتها لكم بالقصة بتاعت تحمل حلو وخلافه. ال 37 معيار او 37 محاضرة مش معيار، متقسمين كالتالي: من 1 لغاية 4. من 1 ل4 دي الموضوعات النظرية بلس الموضوع رقم 31. يبقى كده عندي كم موضوع نظري؟ 5 مواضيع. أول واحد ريجيولاتوري فريم ورك، تاني واحد كونسبشوال فريم ورك، تالت واحد السستينابيليتي بالمعيارين بتوعه ايفرس اس 1 واس 2، رابع واحد الايثكس، وخامس واحد اللي موقعه 31 وفقا لتقسيمة الكتاب الرئيسي اللي احنا شغالين منه اللي هو البي بي بي، اللي هي الايفرس فور اس ام ايز، ايفرس للشركات الصغيرة. وبالمناسبة ده جه في الويندو الأخيرة دي في الموديل بتاع يوم الخميس، لأن برضو الامتحانات في الشهادة دي بتبقى على يومين، خميس وجمعة. فبيبقى في موديل ليوم الخميس وموديل ليوم الجمعة. موديل يوم الجمعة والخميس بيبقوا مشتركين في بعض الأسئلة يعني، لكن في أسئلة تانية مختلفة. يعني ده الاس ام ايز ده جه في الموديل بتاع الخميس. طبعا الايثكس جه في الاثنين. طب والباقيين؟ لا ما جوش. بس هل ده معناه ان الباقيين دول مش مهمين؟ لا، مفيش حاجه اسمها مش مهم ومهم. يعني انا وانا بذاكر الشهاده من البدايه انا بذاكر كله، كله لازم يتذاكر. ايام بقى الامتحان ساعتها ممكن نعمل اليمينيشن لبعض المواضيع، اللي هو خلاص بقى انا في الوقت الضايع مفيش وقت، خلاص يا عم ساعتها نقول لك ده ما تركزش عليه قوي، ده مش عارف ايه. لكن في البدايه احنا بنذاكر كله. دي كده المواضيع النظرية اللي تخص الشهادة. بعد كده هنبدأ المعايير بقى الكبيرة، ومن أهمهم أول معيارين دول مهمين جدا جدا جدا: معيار ايفرس 15 اللي هو الريفينيو فروم كونتراكت وذ كاستمرز. ومهم جدا تبقى عارف رقم المعيار واسمه وانت بتذاكر، لان دي من مفاتيح الاجابه. انت مجرد عرفت رقم المعيار واسمه، وانت بتكتب اجابتك انت خطفت لك درجه او درجه ونص، لان مجرد ما بتكتب اسم المعيار خدت درجه. هم بيقسموا التصحيح بتاعهم بالشكل ده. المعيار ده والمعيار اللي بعده اهم معيارين من وجهة نظري، لان انا جوه المعيارين دول انا شارح كذا معيار تانيين جايين. لان انا زي ما قلت لكم انا هتبع معاكم استراتيجية التكرار، فانا جواهم شرحت معايير تانية بطريقة كده انت مش هتحسها، بس هتفاجأ ان المعايير دي بعد كده مشروحة تاني وبالتفصيل الممل تاني، فانت تبقى سمعتها كذا مرة. فدول هتلاقيهم تقال شوية بس مهمين جدا جدا، ومجرد ما تعديهم هتلاقي الشهادة تبدأ تجري. هتلاقي اللي هو الله ده المواضيع هتبدأ تجري. هتلاقي بقى مثلا المعيار اللي بعده في المحاضرة رقم 7 يس 20 Accounting for Government Grant and Disclosure of Government Assistance، المساعدات الحكومية والمنح الحكومية، الانفستمنت بروبرتي.
بوروينج كوست، كل دي تبع النون كارنت اسيتس. الامبيرمنت اوف اسيتس كلها تبع الاسيتس. تيجي بعد كده المعيار مهم جدا برضو، لما بيجي بتقله ليس، وما ادراك ما الليس. معيار جميل قوي، هحكيهولك بقصه كده ان شاء الله هتبقى ممتعه بالنسبه لكم. بعد كده نكمل انتنجبل اسيت، البروفيجن، والامبلوي بينيفيت. المعيار معقد، ولكن اللهم لك الحمد، المعيار ده خد مني مجهود كبير ان انا الف له قصه يعني، وارتب له الارقام بتاعته عشان اقنعك بيها. وفي الاخر هتلاقي ان هو كل اللي انت مطالب بيه حته معادله، معادله مكونه من 9 حروف، لا اكتر ولا اقل. هتحلها وانت مغمض باذن الله. مع ان المعيار ده من اكثر المعايير المعقده واللي الناس بتقعد يعني متضايقه منه. بعد كده الثلاث معايير دول يتاخدوا كده لوكشه واحده مع بعض، اللي هم الفاينانشال انسترومنت، الادوات الماليه، الاسهم والسندات. لما شركه بقى تصدر سهم، لما شركه تشتري سهم، لما شركه تصدر سند، لما شركه تشتري سند. والاوراق المختلطه، وهنصنفها ازاي ونبوبها فين، عند الايشور وعند الهولدر، وهنقيمها بايه، بالفير فاليو طبعا. فهناخد كل ده من خلال الثلاث معايير دول مع بعض، المهمين جدا جدا جدا، لان زي ما انت شايف نسبهم ايه، عاليه. بعد كده هناخد معيار انا كان ممكن اشرحه لك في 10 دقائق بمنتهى السهوله. والمعيار ده بالذات اللي خدوا سي ام اي، هم خدوا قبل كده في سيكشن اي في بارت 1 نفس المعيار ده بس بشكل اخف. مشكلته هنا ان هو نفس الكلام، بس الكلام بتاعه قانوني، بشكل قانوني ومصطلحات قانونية بتبقى تقيلة شوية. حاولنا برضو نفكها ونحصر الكيسز بتاعتها بتاعت الانكم تاكس، وان شاء الله تبقى معاكم خفيفة يعني. بعد كده هناخد المعاملات بالعملة الأجنبية ومعدلات الصرف، معيار الزراعة والأجريكلتشر ولو حد لا مؤاخذة عنده مزرعة بهايم، المحاسبة بتاعتها هتتم ازاي. والمعيار بتاع آبار البترول والثروات المعدنية، المخزون الانفنتوري ومعالجته، مع انه هنا متاخد بشكل مقتضب جدا، لان هم واخدين بس المعالجة المحاسبية، القيود بتاعته، مش مركزين بقى ازاي نحسب تكلفة الانفنتوري والكلام ده، على اعتبار ان شهادات تانية بتاخدها زي السي ام اي وخلافه. ومعيار مهم جدا جه امبارح عليه سؤال كامل، معيار الشير بيزد بيمنت. بص احتماله هو 41%، وانا بقول لك امبارح كان عليه 15 درجة في الامتحان لوحده المعيار ده. ومن اسهل ما يكون، معادلتين برضو هتتعلمهم، وهتبقى بالنسبة لك الموضوع بإذن الله سهل ويسير. نيجي بعد كده بقى كده سيكشن بي يكون خلص هنا، كده سيكشن بي خلص، وسيكشن ايه اللي هو النظري خلص من اول 4 محاضرات دول. نخش على سيكشن سي، كتاب سي، اللي هتلاقيه مكون من ايه، من عرض القوائم الماليه. انت بقى بتعرض كل الحاجات بتاعت الاكاونتنج دي جوه القوائم الماليه ازاي. وهناخد احدث معيار وهو ايفرس 18، اللي جه مكان اياس 1، اللي هو البرزنتيشن اند ديسكلوجر ان فاينانشال ستيتمنت. برزنتيشن اند ديسكلوجر ان فاينانشال ستيتمنت. وده احدث اصدار من المعايير المهمه اللي علينا في المنهج. يعني في ايفرس 20 اللي الاستاذ احمد قال عليه من شويه، بس ده ما يخصناش. لكن ايفرس 18 مهم جدا، وجه امبارح في الامتحان، جه عليه سؤال لوحده كامل. ممتاز. بعد كده هناخد بقى السياسات المحاسبيه ازاي تختارها، ولو في تغيير في السياسات او خطأ في ارقام قديمه هنصلحه ازاي. هناخد النون كارنت اسيت هيلد فور سيل، يعني اسيت انا جايب مكنه المفروض عشان استخدمها، بس رجعت في كلامي وقلت لا مش هستخدمها، انا هعرضها للبيع. يا ترى ساعتها اصنفها ازاي وهتتعرض ازاي؟ ولو بقى الموضوع ما كانش قصر على حته اسيت، لا ده كان مجموعه كامله مكونه خط انتاج، وانا قررت اتوقف عنه، يبقى اسمه ساعتها discontinued operation، هنعالجه ازاي؟ وبعديها هناخد قياس 10 اللي هو الايفنت افتر ريبورتنج بيريد، الفتره اللي ما بين تاريخ انتهاء فتره اعداد التقرير وتاريخ اصدار القوائم الماليه، اللي بنقول عليها subsequent period. الفتره دي انت لما بتعمل القوائم الماليه، مثلا لو السنه بتاعتك بتخلص في 31 12، وهتصدر القوائم بعديها بشهرين 3 مع بال ما المراجع يراجعها ويأبرف عليها والإدارة تختم لك إن هي خلاص متوافق عليها للإصدار. الفترة دي بيحصل فيها أحداث،
يا ترى الاحداث دي هتعدل بيها القوائم ولا لا؟ هنعرفها من خلال اي اس 10. بعديها هناخد ايرنينج بير شير اللي هو عائد السهم ازاي هنحسبه. وبعدين الريليتد بارتي ديسكلوجر، الاطراف ذات العلاقه، اي حد لينا معاه علاقه مباشره او غير مباشره لازم نفصح عنها، ده معيار افصاح. بعد كده هناخد الاوبريتنج سيجمنت اللي هو لو انت عندك شركه كبيره مكونه من قطاعات مختلفه، هتفصح عن انهي قطاعات فيهم، وهتنقي انهي قطاعات وتسيب انهي قطاعات. هنعلمها لك من خلال ايفرس 10. ويبقى كده كمان سيكشن سي خلص، ونخش على اخر سيكشن وهي الكونسوليديشن، الجروب اكاونتنج، ان انت تعمل بقى القوائم الماليه المجمعه. طبعا الاس ام ايز ده خلاص انا حاطه مع سيكشن ايه. هتعمل بقى القوائم الماليه المجمعه اللي بتجيلك في الامتحان، يا اما ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن يا اما ستيتمنت اوف بروفيت لوس، اللي هي في قول اخر عند الامريكان لو حد متعود يعني على الاسم الثاني، الانكم ستيتمنت والبالانس شيت. فانت بيجي لك يا اما كونسوليديشن عندي يا اما كونسوليديشن عندي. انا حكيتها كلها في اول محاضره دي، وبعدين اديتك النظري الثيوريتيكال باك جراوند بتاعها، وبعدين عرضت الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن تاني من منظور البي بي بي، والستيتمنت اوف بروفيت واللوس تاني من منظور البي بي بي، الكتاب اللي انا اصلا كلنا يعني بنشتغل منه في الشهاده دي. واخيرا ختمنا باخر معيارين، الانفستمنت ان اسوشيت والجوينت ارينجمنت. ده كده المنهج بتاعنا بمنتهى البساطه اللي احنا ان شاء الله هنتناوله من خلال الشهاده دي. نسمي الله ونستفتح بالشق النظري. الشق النظري زي ما انتم شفتوا مكون من 5 مواضيع. اول موضوع ريجيلاتوري فريم ورك، ده عباره عن ايه؟ ده اللي عايز يقول لك انت محتاج معايير ليه، احنا بنعمل معايير ليه اصلا، وبنعملها ازاي، ومين اللي بيعملها، مين اللي بيعملها. خلاص، ده الريجولاتوري فريم ورك. طيب المعايير دي لما تيجي تعملها، لو تخيلنا ان المعايير دي قوانين اللي المحاسب بيمشي عليها، فلو شبهتها بالقوانين بتاعت المحاميين واللي بيستندوا اليها في القضايا، القوانين دي لابد ان تكون منبثقه من دستور. الدستور ده اللي بيبقى اكبر من القانون، واللي غالبا بيبقى زي عندنا هنا احكام القوانين كلها تستند للشريعه الاسلاميه، واول ماده في الدستور يقول لك ان القوانين كلها مستمده من الشريعه الاسلاميه. كذلك المعايير اللي بيتم اعدادها في المحاسبه ليها دستور اسمه كونسبشوال فريم ورك. ده الدستور اللي بنستخدمه في بناء المعايير. ايه بقى الدستور ده ومكوناته ايه؟ هنشوفها كمان شويه، وهتشوف ان الموضوع اسهل مما تتخيل. الاتجاه بقى الحديث اللي كل الشركات دلوقتي بتتكلم فيه، السستينابيلتي. يعني ايه سستينابيلتي؟ الاستدامه. كل الشركات علشان تعرف تمارس البيزنس بتاعها بتستخدم موارد، بتستخدم الميه، بتستخدم الهواء، بتستخدم ابار البترول، بتستخدم. طب الموارد دي لو الشركات استخدمتها بشكل جائر هيخلصوها، والاجيال المستقبليه مش هتلاقي من الموارد دي حاجه. فلا، احنا لازم استخدامك للموارد يكون برشد علشان الموارد دي تستمر وتستديم معانا اكبر فتره ممكنه. من هنا جت كلمه الاستدامه. طب هل بقى احنا كمنظمين للمعايير سيبنا الموضوع الاستدامه ده؟ لا، لان الاستدامه كان ليها مبادرات كتير جدا قبل ما الاياسب، المجلس المسؤول عن اصدار المعايير، يتدخل فيها ويعملوا مجلس موازي اسمه اي اس اس بي يصدر معايير للاستدامه، اللي صدر منه لغايه دلوقتي معيارين فقط، ايفرس اس 1 وايفرس اس 2 اللي هنشوفهم برضو باذن الله. بعد كده ننتقل لمين؟ للإثكس، ودي أهم موضوع إطلاقا في النظري. لأن زي ما أنت عارف خلاص بقى احنا متفقين إن دي كده كده عليها سؤال في الامتحان، وهعلمك هم 10 كلمات، وكمان هقدر أصفيهم لك ل5. ال10 دول هم 5 اللي أنا عايزك تفتكرهم وتكتبهم إن شاء الله في الامتحان، لأن أنت ممكن تتعلم المعايير وتستخدمها غلط. وأي شهادة مهنية لازم يحط لك سيكشن للاثكس، لان انا لما اعلمك المهنه دي هتزاولها ازاي لازم اعلمك تزاولها باخلاق ازاي، لان انت ما انت ممكن تطوع المعايير دي لاغراض غير اخلاقيه. زي ما هتشوف في قياس 37 هحكي لك قصه واحد اسمه عبد السميع اللميع. ده واحد ابن حرام كده، كان بياخد المعايير ويطبقها بشكل غلط،
يؤدي لتضخيم الارباح وتعظيم المركز المالي للشركه بشكل غلط. لا، احنا بقى عايزينك تتبع الاخلاق الحميده وتستخدم المعايير بشكل سليم عشان تعمل قوائم ماليه بتعبر بصدق عن القوائم الماليه او عن المركز المالي للمشروع يعني. واخيرا في الشق النظري هناخد حته الايفرس فور اس ام ايز. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هقول لك في الموضوع ده مفاجاه، ان المعايير دي not applicable على كل الشركات. نعم. يعني انا بعد ما اتعلم المعايير هتقول لي دي ما ينفعش تطبق على شركتي؟ اه، ايه رايك بقى؟ بجد اه والله. لان المعايير زي ما هتشوف فيها تفاصيل وديتيلز متعبه بالنسبه لك انت كمحاسب، فيها ارقام عشان تقدر توصل لها هتكون بالنسبه لك مقرفه. زي مثلا لما اجي اقول لك قيم لي دي بالفير فاليو، طب ما انا عشان اجيب الفير فاليو لازم اروح لواحد اسمه مثمن، والمثمن ده اتعبه عد واغلط يقول لك انا باخد نسبه من القيمه. فانا كشركه صغيره هروح بقى لمثمن وادفع قد كده في قد كده عشان اجيب رقم؟ طب وبعدين؟ لا يا عم. راحت جايه الاياسب اللي بتصمم المعايير وقالت لك بص يا حبيبي، طالما انت شركه صغيره مش هنقول لك طبق المعايير دي كلها، احنا عملنا لك اصدار واحد في كل المعالجات اللي هي نفس المعايير يعني، بس مجمعه في فايل واحد وبسطناه على الاخر. يعني كل معيار شفنا، لو المعيار مثلا فيه اختيارين ثلاثه شفنا اسهل اختيار وقلنا لك اشتغل بالاختيار ده. لو المعيار بيجبرك بممارسات معينه وافصاحات اضافيه زياده قلنا لك لا، اعمل الممارسات دي بشكل منخفض وبلاها افصاحات مثلا يعني. فالفايل ده جه عشان يبسط المعايير باكبر شكل ممكن على الشركات الصغيره والمتوسطه. اكيد السؤال اللي بيتبادر في ذهنك دلوقتي، طب انا اقيس ازاي اذا كانت شركتي صغيره ولا متوسطه؟ المعيار اللي استندوا اليه هو معيار واحد فقط: هل شركتك عندها public accountability ولا لا؟ هتقول لي طب يعني ايه يا دكتور public accountability؟ يعني هل انت مسؤول مسؤولية عامة تجاه يوزرز كتار ولا لا؟ وده ما بيحصلش غير في ثلاث احوال: يا اما انت شركه ليستد مقيده في البورصه وعندك اوراق ماليه بيتم تداولها في البورصه، واصبح المستثمر الغلبان يقدر هيتخدع من القوائم الماليه بتاعتك وممكن ياخد قرارات بناء عليها ويشتري سهمك من البورصه. ما هو سهمك اهو بقى يتداول في البورصه وبقى اي مستثمر يقدر يشتري سهمك، بقى انت كده عندك بابليك اكونتابيلتي. او انت شركه من شركات الاستثمار الضخمه او البنوك او المؤسسات الماليه، لان البنوك كل الناس بتحط فيها فلوسها، المؤسسات الماليه كل الناس ممكن تستثمر فيها اموالها. او انت شركه من شركات المنافع العامه، شركه الكهرباء الميه وخلافه، لان الحاجات دي عندها public accountability. دول يا فندم اللي ملزمين يطبقوا الفول ايفرس. لو انت مش حد من الثلاثه دول انت يتقال عليك اس ام اي وتقدر تطبق الايديشن بتاع الاس ام اي. تمام. يبقى كده النظري بتاعنا عرفنا انه مكون من خمس مواضيع. خلينا نرجع بقى كده خمس مواضيع. اول حاجه ريجولاتري فريمورك، وده عباره عن ايه؟ ده اللي هيعرفني المعايير، مين اللي بيعملها وبيعملها ازاي. بس انا عايزك تطلع بالمعلومتين دول من الموضوع ده. ممتاز. وبيعملها ازاي؟ الموضوع الثاني conceptual framework، اطار مفاهيمي. ايه ده؟ ده الدستور اللي هنستند اليه عند اعداد المعايير. كل ده احنا بنتكلم على ايه؟ على معايير محاسبيه. الجديد بقى الموضوع ما بقاش معايير محاسبيه بس، بقى عندك حاجه اسمها ايفرس اس 1 اند ايفرس اس 2. بتاعت ايه دي الناس اللي مركزه معايا؟ بتاعت الاستدامه، السستينابيلتي، البيئه والمجتمع وازاي نحافظ عليهم والموارد وخلافه. نيجي بعد كده الموضوع رقم أربعة: ethics، الأخلاقيات بتاعت المهنة.
ونختم موضوع رقم 5، الاس ام ايز. هو انا التيم عندنا في الشركه بعتين لي بيقولوا لي يا دكتور في ناس كتير كانوا عايزين ينضموا الينا يعني، بس يعني عندهم ظروف ومش عارف ايه بيقولوا لي يا دكتور بالله عليك ما تشرحش كتير، خليها السبت الجاي. فانا مش عارف هل اديكوا فرصه الناس اللي موجودين معايا ان انتوا كمان تكونوا سمعتوا الانترودكشن والبيزكس وتبداوا تتسلوا كده في سيكشن ايه النظري ده، وابدا انا اشرحه من المره الجايه بالتفصيل، ولا اجو اون اكمل وكده كده هي متسجله، فحتى اللي ينضم لينا يبقى يسمع التسجيل. انا ممكن اقول رايي يا دكتور. اتفضل. هو انا شايف ان احنا ممكن يعني ندي فرصه لناس تانية، عشان هو اللايف برضه انتراكشن مع حضرتك هيبقى احسن ليهم وما يفوتهمش حاجه. وهي كده كده الفيديوهات متسجله عندنا، ولو احنا يعني عملنا زي تشيك اب عليها كده لحد السبت الجاي، هيكون برضه عندنا يعني خلفيه عن الموضوع، فهيبقى عشان الاتنين يعني الطرفين زي ما بيقولوا تراضوا يعني. ده رايي انا برضه انا. انا ما عنديش مشكله. استاذ يوسف رافع ايدك. بص يا دكتور، هو الناس كده كده المحاضرة متسجلة، بس ممكن عشان ننجز في الوقت لو في حاجات مثلا الناس هتتفرج على الفيديو، لو في حاجة لسه فاضلة أو حد عنده استفسار ممكن تتقال السبت الجاي في أول المحاضرة. انا ما فهمتش برضو انت عايز تقول ايه. يعني الحاجة دلوقتي مثلا حضرتك تكمل، ولو هم شافوا المحاضرة متسجلة في حاجة مش واضحة ممكن نسأل عليها السبت اللي جاي، وتبقى حتى اتعادت للناس. يعني الناس سمعوها مرتين، واللي ما فهمش حاجة في التسجيل يسأل عليها مرة تانية. تمام. استاذ محمد عبد العظيم. بص يا دكتور، هو أنا عندي يعني اقتراح. هو ممكن نشرح بريفلي عن حاجات هتبقى خفيفة، ما تبقاش ديتيلد قوي، وفي نفس الوقت حضرتك تقول لنا نركز على إيه في الجزء ده، بحيث إن اللي هيسمع التسجيل هياخد الحاجات البريفلي وفي نفس الوقت يعرف هو هيركز على إيه. والأسبوع الجاي يبقى ديتيلد بحيث إن يبقى كله مع بعضه. يعني ما فيش مشكلة، ده اقتراح يعني ممكن نكمل. بس أنا رأيي إن يبقى في حاجات بريفلي، بعد كده إن إحنا إيه يعني نتعمق أحسن الأسبوع الجاي. استاذ مهاب. يا دكتور، هي على حسب. لو حضرتك محتاج مننا ان احنا نكون اتليست مراجعين الاكونتنج بيزس كلنا، يعني انا طبعا بعيد اننا على فرق الخبرات، بس الاكونتنج بيزس تبقى خلصانه، يبقى ممكن النهارده حاجه خفيفه، بحيث ان لازم نكون المره الجايه كلنا مخلصين الجزء البيزكس اللي حضرتك عايزه. يا اما لو مش كده نكمل. طيب. استاذ احمد حمدي. والله يا دكتور، انا مع ان احنا نخليها المره الجايه، بحيث ان انا خلصت البيزك الحمد لله، بس برضو ايه، يعني الواحد كان حابب ان هو يذاكر، بحيث لو في حاجه وقفت ولا حاجه لما حضرتك تشرحها بعد ما الواحد حاول يعني خلصناها الاسبوع ده، الواحد يذاكرها سيلف ستادي الاسبوع ده، وبعد كده يثبتها مع حضرتك بيكون افضل، غير ان انا يعني ناخد المعلومه وبعد كده نذاكرها وبعد كده ممكن حاجه تقف قدامنا. فانا من طب انا رايي. انا عندي راي وشوفوا اتفضل. برضه حضرتك. ان خلاص انا كنت ناوي اشوط النظري كله النهارده، خلي بالكم انا داخل دي بنيتي ان انا هاخد الخمس مواضيع دول. فخليني لا بلاش، انا هاخد معاكم اول اتنين دول ويبقى احنا الهوم ورك بتاعنا ان احنا الانترودكشن وبيزكس، والاتنين دول خلصوا من هنا الاسبوع الجاي. وحتى اللي هينضم لينا جديد هنقول له لازم تشوف دول في الفيديوهات، وادي فيديو اللايف يشوف كمان اللي احنا يعني ناقشناه مع بعض. ايه رأيكم؟ متفق تمام، مفيش مشكله، اوكي برضو. تمام، هي فكره برضه خلاص كويسه. تمام. يلا. طيب. خلينا بقى نسمي الله كده ونبدأ. اول موضوع عندنا في النظر اللي هو الريجولاتوري فريم ورك ده. انت لما هتخلصه هتطلع منه بحته باراجراف هيتكتب يا دوبك في دقيقتين، والله العظيم 3. رغم ان هتلاقيني انا راغي كتير وبقول كتير لان انا بحب اقول لك الموضوع من اساسه عشان انت ما تنساهوش. اولا لما تيجي تدرس الريجولاتوري فريم ورك، اول حاجه تسال هو احنا ليه اصلا محتاجين ستاندرز؟ ايه اللي خلى بقى فيه معايير؟ ايه اللي خلى بقى فيه معايير؟ اولا انتوا اكيد عارفين ان دلوقتي كل الشركات على مستوى العالم بقت بتنافس بعض. يعني انا لما جيت شرحتها في الفيديو خدت مثال بلبن.
حمو الحلو اللي انا كنت واخده في الانترودكشن وشرحت عليه كل المعايير، قلت لك هو بلبن لما بينافس في مصر بينافس مين؟ بينافس شركات مصرية بس، ولا في شركات تانية من دول أخرى بتنافسه؟ ده أنت بتلاقي بلبن فاتح وجنبه واحد اسمه كريسبي كريم، لو تسمع عنه يعني، بتاع الدونتس ده، وجنبه واحد تاني مش عارف اسمه إيه من بلد تالتة، وجنبه الله. الشركات دي كلها مش شركات مصرية، بس كلها موجودة في ماركت واحد. ليه؟ علشان كلمة واحدة هي دي، الجلوباليزيشن. يعني ايه بقى جلوباليزيشن؟ العولمة. هو ده يا فندم السبب اللي خلى بقى في حاجة ان احنا نعمل تنميط للممارسة المحاسبية، عشان كل الشركات دي تتكلم بلغة واحدة، كلنا نتكلم لغة واحدة فقط، وتبقى المعلومات بتاعتنا مالها قابلة للمقارنة. يعني ايه يا دكتور؟ يعني comparable، اقدر اقارنها من شركة لاخرى، وبالتالي الانفستور لما يحب ياخد قرار انا احط فلوسي في انهي شركة، يقدر ياخد القرار بتاعه بناء على معلومات سليمة من ان هو قارن القوائم المالية دي. يبقى انا لما اقول لك ايه هي الحاجه للمعايير المحاسبيه، هتقول لي الحاجه بتاعتنا ظهرت نتيجه ايه؟ جلوباليزيشن. ركز بقى على الكي ووردز دي، خلاص. طب يا ترى هي المعايير وجودها ده بيحقق مزايا للمحاسبين فقط، ولا في مزايا وعيوب؟ لا، اتعود كده، مفيش حاجه في الدنيا مزايا بس. هي زي ما بتحقق مزايا اكيد بتواجهنا بعض العيوب الخاصه بالمعايير. طب ايه المزايا والعيوب؟ وما تقعدش وانت بتذاكر النظري تحفظ الكلام ده زي ما هو كده. والله العظيم ثلاثة انا ما فاكره بالنص، انا ببص معاك دلوقتي بفتكر الكي وورد عشان ابدا اقول لك، لان انت لما هتيجي تكتب في الامتحان انت مش هتكتب كل ده. انا بقول لك اكتر مشكلة قابلتنا امبارح دي الوقت. فانا لو اتطلب مني اتكلم على الريجولاتوري فريم ورك، المزايا والعيوب دي هتتكتب في سطر في سطر، هتقول ميزة وعيب وخلاص خلصنا، فانت مش محتاج تحفظ كل ده. امال يا دكتور طب انت كاتب كله ليه؟ عشان اقول لك كله، وانت لما تذاكر الكميه دي كلها، لما هتيجي تتذكر باذن الله لاغراض الامتحان هتفتكر واحده واحده من المزايا واحده من العيوب. ايه بقى المزايا بتاعتي؟ قال لك وجود المعايير دي بتسهل القابليه للمقارنه، زي ما احنا لسه قايلين، بقت ايزير كومباريزن. القوائم كلها بقت معروضه بنفس اللغه، وبالتالي اقدر اقارنها بشكل عادل. الميزه الثانيه الماركت اكسسبيليتي. يعني ايه ماركت اكسسبيليتي؟ سهوله الوصول للماركت. ان انا مثلا لو لو حد صاحب بيزنس وعايز اخش وافتح فرع في السعوديه، بس السعوديه بتطبق معايير دوليه، فالقوائم الماليه اللي بتعرض في السعوديه بتبقى كلها معده بالقوائم الماليه، وعشان اأيد شركتي هناك لازم اكون شغال بالقوائم دي. وخلي بالك دي بتبقى من ضمن شروط البيزنس. ساعات يقول لك انت عشان تقيد عندنا لازم تبقى بتطبق المعايير الفلانيه. طب لو انا بقى شركة عندي أنشطة كتير وأنشطة مختلفة، زي شركة المراعي، عندي خطوط إنتاج ألبان وعندي جبن وعندي زبادي وعندي عصير، وكل خط من دول مصنع، وكل مصنع من دول بيعمل قوائم مالية. القوائم المالية بتاعت كل واحد هتبقى بتتعامل وفقا للمصنع ومكانه وبلده بالمعايير بتاعته، ولا المفروض كلهم يبقوا ماشيين بمعايير واحدة؟ قال لي لا، كلهم بمعايير واحدة عشان أحقق الهارمونايزيشن. ان الفورين برانش الفروع الاجنبيه يوز سيم اكاونتنج لانجوج، ان كل الشركه بكل فروعها في كل اماكنها شغاله بنفس اللغه. ده غير ان هي هتساعد في الايزير فالويشن، يعني سهوله التقييم. ان انا قلت لكم من شويه بيبقى في واحد اسمه مثمن، المثمن ده شغلته انه يقيم ويجيب للشركه ديت قيمتها كام عشان يعرف يقيمها. لو عنده الشركه مقومه او بتعمل القوائم الماليه بتاعتها بالمعايير الدوليه، يبقى زيه زي بقيه الشركات هيقدر يقيمها بمنتهى السهوله. طب دي المزايا. طب العيوب ايه بقى؟ لو انا شركه لسه على باب الله وعايز اطبق معايير، ما تفكرش ان المعايير دي سهله. المعايير محتاجة مجهود وتكلفة عشان تعرف تطبقها، لأن في إجراءات لازم حضرتك تتبعها، ولازم يبقى عندك محاسبين مؤهلين معاهم الدبلومة،
وفاهمين المعيار دوت يتطبق ازاي والمعيار ده يتطبق ازاي، والمحاسب اللي لا مؤاخذه معاه الدبلومه ده واللي انت هتشغله عندك في الشركه بالمنظر ده، اكيد المرتب بتاعه مش هيبقى زي المحاسب العادي، فده هيكلفك اكتر. عشان كده بنقول ايه؟ كوست اند ايفورت. العيب التاني، التهمة اللي بيتم توجيهها للمعايير الدولية انها مختصرة كثيرا. وده امتى؟ لما تقارنها بالمعايير الامريكية. ما انتوا عارفين ان عندنا يو اس جاب وعندنا انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندردز. اليو اس جاب بنقول عليها رول بيست، يعني مبنية على قواعد. لكن الايفرس بنقول عليها برنسبل بيست، مبنية على مبادئ عامة. وده فعلا هتلمسه معايا لما نخش بقى في المعايير بالتفصيل. فبتوع اليو اس جاب بيتهموا الايفرس، يقول لك لا انتوا المعايير بتاعتكم ملخصه، احنا يابا ماشيين بالقواعد، بقول لك هنا المفروض تعمل واحد اتنين تلاته. ودي حقيقه. الامريكان بيكتبوا عشان اوصل لك الموضوع ده يعني بره معايير المحاسبه، تلاقي مثلا لما تروح لستاربكس، ده كافيه امريكاني، تلاقيه كاتب لك على الكوبايه خلي بالك اللي جوه ده سخن. طب يا عم انا عارف ان السخن هي محتاجه يعني. لا هم كده، دي فكره، انا عايز اوصل لك فكره الرول بيست. هو بيكتب القواعد، بيكتب تفاصيل التفاصيل. لكن الايفرس لا، الايفرس يقول لك انا هديك مبدأ ان انت ممكن وانت بتعمل تقييم للاصول الثابته بتاعت شركتك يا تطبق الكوست موديل يا تطبق ريفالويشن موديل، وده بيشتغل بالاسلوب الفلاني وده بالاسلوب الفلاني. ازاي؟ عيش انت بقى، انت حط قواعدك وانت طبق. لكن انا بديك المبدأ العام وانت حط القواعد فصل على مقاسك. فدي تهمة بتتهم بيها الايفرس. الايفرس عندها اوبشنز كتيرة، عشان كده بنقول عليها مور فليكسبل، اكثر مرونة. هتقول لي طب وهي دي عيب؟ دي ميزة يا دكتور. لا يا حبيبي، ده عيب. لان في بعض الدول اللي بيبقى عندهم ثقافتهم ناشفه شويه، يقول لك لا انا ما بحبش المرونه، ما تتوهنيش، ما تقعدش تقول لي اختار يا كذا يا كذا. انا بحب تقول لي ارسم لي خط وانا امشي عليه، انا دي قول لي دي كذا بس خلاص، ما تدينيش اوبشنز كتيره. فالفلكسبيليتي الزياده عن اللزوم دي ساعات بتتوه. اخيرا اخر عيب، الويكند ديفense. يعني ايه الويكند ديفense؟ ضعف الدفاع. احنا مش لسه قايلين ان المعايير الدوليه عامه اكتر وما بتدينيش قواعد تفصيليه؟ عشان كده المحاسبين الامريكان اليو اس اكاونتنت بيبقوا قلقانين لما يروحوا في تهمه خاصه بشركتهم يدافعوا عن الشركه دي وفقا للايفرس، لان الايفرس مش مدياني تفاصيل. فهو بيخاف يقف قدام المحكمة، لأن هناك طبعا في القضايا لما بيروح المحاسب يعني يدافع عن الشركة، يقول له والله أنا عندي المعيار الفلاني بيقول إن أنا المفروض أعالجها بالشكل ده. وأنا فالمعيار الدولي معيار عام. فالمحاسب الامريكاني يقول لك انا قلقان، يو اس اكاونتنت worry it may weaken their legal defense in court. كورت يعني المحكمه، ان دي هتضعف دفوع القانونيه في المحكمه. طبعا في الكتاب بارت ايه بالذات عشان نظري، هتلاقوني تقريبا كل باراجراف كاتبه بالانجليزي وتحت منه كلامه بالعربي. بالعربي زي ما انا بشرح لك كده، هتلاقيني كاتبها بالبلدي حتى. بس انت ايه، هتقرا العربي مره، لكن انا اللي يهمني طبعا الانجليش، عشان لما تيجي تكتب ان شاء الله هتكتب انجليش. قلت له حلو. دي مزايا وعيوب، وده السبب الرئيسي لوجود المعايير. النقطه الثانيه بقى والاهم، وهي دي اهم حته في الريجولاتوري فريم ورك، احنا قلنا عايزين نعرف ايه سبب وجود المعايير ومين اللي بيعملها. هي دي بقى، دي اهم حته في الريجولاتوري فريم ورك. قلت له مين بقى يا باشا اللي بيعملها؟ قال اللي بيعملها ست جهات تنظيمية مرتبة كالآتي. أولا، حاجة اسمها ايفرس فاونديشن مونيتورنج بورد. قلت له ايه المونيتورنج بورد ده؟ ده المجلس الرقابي الأعلى اللي هيعين كل الجهات اللي هتبدأ تبقى مسؤولة عن إصدار المعايير. طب وإيه المجلس ده يعني؟ ده مجلس تطوعي مؤلف من مجموعة دول، أنا مش فاكرها، هم 6 دول، ما بينهم أمريكا وإنجلترا والمانيا تقريبا، ومش فاكر يعني 6 دول.
ولجنه بتاعت لجنه بازل بتاعت البنوك، وسك هيئه السك بتاعت البورصه بتاعت امريكا، والبورصه بتاعت اوروبا. كل دول اتطوعوا ببلاش وعملوا لجنه مؤلفه من مجموعه افراد مسؤولين ان هم يجتمعوا سنويا مره واحده عشان ينقوا الايفرس فاونديشن. ركز بقى معايا في اللي جايه دي. قلت له ايه الايفرس فاونديشن؟ ده الجهه المسؤوله عن اصدار المعايير. قلت له ايه بقى الايفرس فاونديشن الجهه المسؤوله، وعباره عن ايه وبتشتغل ازاي؟ قال لي الايفرس فاونديشن دي المؤسسه المكونه من 5 مجالس مختلفه، لان انا قلت لك هم 6. ادي رقم 1 المونيتورنج بورد، ده مجلس تطوعي بيبدا هو يعين الايفرس فاونديشن ده ويربطه بالاسواق الماليه. ولما يعين الايفرس فاونديشن الهيراركي بتاعه مقسم ل5 اجزاء مختلفه. بيبدا بالايفرس فاونديشن تراستيز. ايه الايفرس فاونديشن تراستيز؟ مجلس الامناء. ودول بيبقوا 22 واحد بيتم تنقيتهم من العالم بشكل متفاوت من العالم كله، عشان تبقى معايير دوليه بتمثل تمثيل جغرافي يمثل العالم بالكل، وكمان من خلفيات اقتصادية مختلفة. يعني ايه؟ يعني ناس محاسبين، على ناس محللين ماليين، على ناس أساتذة أكاديميين، على ناس المهم جمع لي 22 واحد من دول مختلفة وبخلفيات اقتصادية مختلفة. طب دورهم ايه بقى الايفرس تراستيز دول؟ قال لك دول دورهم يعينوا المجلسين الجايين دول. بس يعينوا دول؟ قال لي اه يعينوا المجلس اللي اسمه IASP. قلت له مين ده؟ International Accounting Standard Board، مجلس الدولي للمعايير المحاسبية. قلت له ده مع دوره ايه؟ قال لي ده دوره اصدار المعايير، هو ده اللي هيعمل المعايير المحاسبية اللي حضرتك هتدرسها. بقى اسمه ايه يا دكتور؟ الاياسب. ده اهم جهه بقى، ده اللي بيصدر المعايير. ودول تقريبا من 14 ل 16 عضو، وبيقبضوا مرتبات محترمه. طب ليه انت مش بادئ كنت بشغل تطوعي؟ ليه قلبت هنا بمرتبات؟ عشان يبقوا الناس دول مالهم مستقلين، لما يجوا يطلعوا المعايير ما يشتغلوش لصالح مصلحه معينه. ما يقولكش انا ولائي للبنوك اللي انا جاي بمثلها، لان انا جاي انا مرتبي واكل عيشي باخده من البنوك، يبقى انا وانا بالف المعايير هخليها موجهه اكتر لصالح البنوك. لا، انا جايبك معينك هنا بمرتب ومستقل، مالكش دعوه باي جهه اخرى، علشان تطلع المعيار بشكل مستقل ويبقى ذهنك صافي ومش متاثر باي جهه اخرى. طب مين المجلس التاني؟ ما هو الموضوع ما بقاش معايير محاسبيه بس، بقى في معايير تانية. انا قلت لك اسمها ايه؟ الاي اس اس بي، انترناشونال سستينابيليتي ستاندرد بورد. بقى عندك انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد وانترناشونال سستينابيليتي ستاندرد بورد. ده مجلس مسؤول عن ايه؟ عن برضه اصدار معايير، والله العظيم. بس انهي معايير بقى؟ معايير ايه؟ الاستدامه. اما التاني ده مسؤول عن اصدار معايير ايه؟ المحاسبه. يبقى المجلسين دول بيعينهم الايفرس فاونديشن تراستيز، امناء الايفرس فاونديشن، علشان يشتغلوا ويطلعوا لنا المعايير المحاسبيه. وبرضه دول تقريبا من 14 ل 16 عضو، وهتلاقوني كاتب لكم في الكتاب بيقبضوا كام وخلافه. دي معلومات عامه لنفسك يعني، عشان بس اعرفك ان هو بياخد مرتب وشغال مستقل عشان يطلع معايير موضوعيه غير موجهه. طب طلعنا المعيار، هل بقى المعيار لما بيطلع بيناقش كل كبيرة وصغيرة؟ والله أبدا. بعد ما المعيار بيطلع بيظهر له مشاكل. مشاكل دي نحلها ازاي؟ نفسرها ازاي؟ نقول للناس المشكلة دي لو حصلت تتعاملوا معاها ازاي؟ من خلال المجلس اللي جاي. عد معايا بقى كده، ده كده رقم كام؟ والله لو انت بتعد ورايا، لو انت مركز يعني. الايفرس فاونديشن كل دي اسمها فاونديشن، ها؟ هتلاقي فيها ادي 1 التراستيز، 2 اياسب، 3 اي اس اس بي، 4 اهو مين ده بقى؟ الانتربريتيشن كوميتي. قلت له يعني ايه انتربريتيشن كوميتي؟
مجلس او لجنة التفسيرات، التفسيرات بتاعت المعايير، اللي هو انا لما يظهر حتة فيها مشكلة المعيار نفسه ما بيغطيهاش، تعالى هقول لك تعمل فيها ايه. لو في حتة الآراء فيها اختلفت، هقول لك احنا التفسير المنطقي بتاعنا ايه. والتفسيرات دي بيتم إصدارها في ملفات بنقول عليها افريك. افريك اللي هو International Financial Reporting Interpretation Committee رقم كذا، وبيدوها أرقام برضو، وبتبقى قوة نفاذها من قوة نفاذ المعايير نفسها. تمام؟ طب دول كده أربعة دكتور، أنت ضحكت علينا، أنت قلت لنا المفروض خمسة الآيفرس فاونديشن. لا، في بقى هنا مجلس كده على جنب، المجلس ده مؤلف من 50 ل 55 عضو، ودول دورهم ايه يا دكتور؟ دول المستخدمين للقوائم المالية. بيمثلوا المستخدمين ليه؟ عشان يدونا النصيحة لما نيجي نعمل معيار نعرضه عليهم قبل ما نصدره، ونقول لهم قولوا لنا كده ايه رأيكم؟ المعيار ده كده يلبي طلباتكم ولا لأ؟ ونجتمع بيهم اجتماع. دول برضو عمل تطوعي بقى، دول ما بيقبضوش فلوس ولا حاجة، وبيحضروا. وهتلاقي انت ان شاء الله اول ما تسجل على موقع الاي سي سي اي ويبقى ليك ممبرشيب اي دي، هتلاقي يجي لك ميل لو انت عايز تنضم للادفايزري كونسل. قلت له ايه؟ ادفايزري كونسل، يعني المجلس النصح والارشاد اللي بيدي نصيحة للايفرس فاونديشن، او تحديدا بيوجه النصح بتاعه. ده كده المجلس رقم خمسة جوه الايفرس فاونديشن، بيوجه النصيحة بتاعته للمجالس اللي بتصدر المعايير، سواء الاياسب او الاي اس اس بي، او للايفرس فاونديشن تراستيز، امناء المجلس نفسه. بيجتمعوا باليوزرز وياخدوا منهم نصيحة اذا كان المعيار دوت بيلبي طلباتكم ولا عندكم اي اقتراح اخر. دي كده يا باشا الجهات المسؤولة عن اصدار المعايير. طب انا يا دكتور لما اجي اذاكرها بقى، هتلاقيني هنا كاتب لك تفاصيل التفاصيل، وبيقبضوا ايه وبيعملوا ايه وبيخلوا ايه. انت يا باشا كل اللي عليك كلمتين اللي فين، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي الرسمه دي، ان انت تبقى متخيل الاستراكشر بتاع الناس المسؤولين عن اصدار المعايير، بدايه من المونيتورنج بورد اللي بيبقى مسؤوليته البابليك اكاونتابيلتي، المساءله العامه، ان هو يربط كل المجالس المرتبطه باصدار المعايير بالاسواق، وبيعين الايفرس تراستيز اللي بيبقى مسؤول عن ثلاث حاجات: يحكم عمليه وضع المعايير ويحط لها خطه ويشرف عليها، يقول بقى احنا عايزين نطلع المعايير الفلانيه السنه دي، ويا ترى اصدرتوا وعملتوا النشاط ده ولا لا. وعندك المعايير يتم اصدارها من خلال مجلسين: الايفرس اكاونتنج ستاندرز بتصدر من خلال الاياسب، والايفرس سستينابيلتي ديسكلوجر ستاندرز بتصدر من خلال الاي اس اس بي. وسواء المعايير دي او دي، لو فيهم معيار محتاج اي تفسير، حضرتك بنصدر التفسيرات بتاعتنا من خلال الايفرس انتربريتيشن كوميتي. واحنا بقى بنصدر المعايير لازم ناخد النصح من المستخدمين نفسهم من خلال الايفرس ادفايزري كونسل اللي بيدونا النصح. يعني يا دكتور انا لو جالي الكلام ده هكتبه ازاي؟ نرجع بقى للحته بتاعت السمري. بص بص، هتلاقي اهو الباراجراف الجميل ده. بقول لك ان الريجولاتوري فريم ورك اكسبلين واي ايفرس اكاونتنج ستاندردز ار نيدد ان ا جلوباليزد وورلد. ان حضرتك احنا في عالم يتسم بالعولمه، وبقينا قريه صغيره وكلنا بننافس بعض في كل حته. فهو ده اللي خلى بقى في معايير احنا محتاجينها as they make financial statement easier to compare. لو تاخد بالك انا بقول الادفانتج اهو: understand, verify, and harmonize across different countries and companies. It also show the international structure of authority behind IFRS. بيوريني السلطات والمسؤولين عن وضع المعايير where the IFRS Foundation
المجلس بقى الرئيسي المسؤول، والاياسب والاي اس اس بي والتراستيز اند انتربريتيشن كوميتي work together to develop and serve and supervise global accounting standards. انت شايف كل اللي انا شرحته اتكتب في سطرين، لا اكتر ولا اقل. ده اللي انت هتكتبه في الامتحان بدون مبالغه. امال يا دكتور انت ايه كل الشرح ده؟ ما هو انت لما تقرا كل الشرح ده هتفتكر السطرين اللي احنا قريناهم دول وتكتبهم في الامتحان. طب لو سالتك بقى، هو كده الايفرس فاونديشن هدفه ايه؟ هدفه 4، وانا اعتقد ان دي من اهم النقاط في الموضوع ده. 4 حاجات يمثلوا اهداف الايفرس فاونديشن. اولا انه يعمل معايير، وده منطقه. ديفلوب هاي كواليتي جلوبال ستاندردز. احنا جايبينك يا باشا بالاياسب والاي اس اس بي بتوعك عشان تعمل لنا معايير عامه. وبرضه لما تيجي تقرا الكلام ده عناوين فقط تاكد عليها، والحشو ده للفهم. بقول لك through the IASB and the ISSB the foundation develop high quality understandable enforceable and globally accepted standards. انا مش من انصار ان انا اقعد اقرا كلام. انت افهم، ولما انت تقراه هتلاقي نفسك فهمته خلاص، مش محتاج تقعد تحفظه يعني. وطبعا الاياسب زي ما احنا قلنا من شويه مسؤول عن اصدار معايير المحاسبه، الاي اس اس بي مسؤول عن اصدار معايير الاستدامه. تاني هدف انه يبروموت سترونج ابلكيشن. وركز معايا هنا ان كل كلمه تختلف عن الاخرى. بروموت غير انفورس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هو مش هيلزم الدول ان انتوا لازم تطبقوا المعايير الدوليه، انما هيعمل ايه؟ هيشجع فقط. هيشجع، يقول لك يا ريت يعني يا جماعه، يلا يا ريت كلنا نطبق معايير دوليه عشان يبقى كلنا حاجه واحده. encourage، يشجع the use and strong application of IFRS standards. ولما يجي يعمل المعايير لازم يراعي الدايفرس نيدز، الاحتياجات المختلفه، لان اليوزرز بتوع القوائم الماليه مختلفين في الاحجام وفي الرغبات وفي كل حاجه. انت بتتكلم لما على بيزنس بقى على مستوى العالم، ففي عندك بنوك، دي مؤسسات ماليه ضخمه بتستثمر في شركات وبزنس، وعايزه تطمن للبزنس اللي هي هتحط فيه الاموال الضخمه دي من خلال ايه؟ القوائم الماليه. طب دي البنوك بس اللي هتستخدم؟ لا، عندك مصالح الضرائب، عندك، وكل واحد من دول احتياجاته غير التاني. وبالتالي انت لازم وانت بتعمل معيار تراعي الاختلاف في الاحتياجات. اخيرا دعم الجلوبال ادوبشن. يعني ايه دعم الجلوبال ادوبشن؟ ان انا اشجع الدول الصغيره ان يلا يا جماعه حولوا من اللوكال جاب، من المعايير المحليه بتاعتكم للمعايير الدوليه، من خلال حاجه اسمها الكونفرجنس. ايه كونفرجنس؟ التقارب. ان احنا نبدا نخليكم تتحولوا حتى واحده واحده، ان المعايير المحليه بتاعتك قربها. زي عندنا في مصر بالمناسبه، احنا عندنا هنا يقول لك في المعايير المحاسبه المصريه، بس ما هي الا معايير دوليه مع اختلافات 5 لا اكتر ولا اقل. 5 اختلافات مع الوقت. حتى واحنا بنشرح المعايير كل ما هاجي عند حته اقول لك اهو المعايير المصريه بتختلف هنا في الحته الفلانيه. يبقى الاهداف 4: ان انا ديفلوب هاي كواليتي جلوبال ستاندرد، ان انا ابروموت سترونج ابلكيشن، ان انا كونسيدر دايفرس نيدز، ان انا اسبورت جلوبال ادوبشن. وكل مجلس من دول هتلاقيني بقى كاتب تعريفه. المونيتورنج بورد ده عباره عن ايه؟ ده جروب اوف، ما تقعدش تحفظ الكلام ده، مش هتكتبه، لكن هو موجود لمجرد يبقى عندك المعلومه موثقه، تبقى عارف هي عباره عن ايه. طب دي برضو من الحاجات المهمه. المعيار بقى بيتطبخ ازاي؟ يعني لما بيجوا يعملوا معيار بيعملوه ازاي؟ هنا استخدمت المنومينيك ده. كان في جمله كده عادل امام بيستخدمها في فيلم بتاع سلمني نضيف اسلمك نضيف. فهي نفس كلمه نضيف، بس بدل نضيف بقت اضيف. اهي اضيف. ايه بقى اضيف دول؟ 4 حروف ب4 خطوات. اولا اعمل حاجه اسمها advisory committee and consultation. قلت له يعني ايه advisory committee and consultation؟ خد بالك، الادفايزري كوميتي دي منبثقه من الاياسب. الاياسب اللي مكون من 14 ل 16 عضو، يروحوا مطلعين منهم 3 أو 4 اعضاء يعملوهم في شكل لجنه نصح.
ايه بقى ينصحونا بايه؟ ليه ما خدوش الادفايزري كونسل؟ رقم 5 ده اسمه ادفايزري كونسل، ده ليه دور جاي كمان شويه. لكن لا، احنا دلوقتي بنعمل ادفايزري كوميتي. قلت له ايه دول دورهم ايه يعني؟ دول يا باشا اللي اتعمل لهم لجنه، دول غالبا بيبقوا مختصين بمشكله معينه، اللي هو زي مثلا اخر معيار طلع ايفرس 20 اللي مش علينا بالمناسبه في الدبلومه، بس ده معيار موجه لشركات المنافع العامه. فنلاقي مثلا من ضمن اعضاء المجلس بتاع الاياسب اتنين تلاته كانوا شغالين وخلفياتهم القديمه عن شركات المنافع العامه. نقول لهم خلاص اعملوا انتوا لجنه على جنب، ادرسوا لنا الموضوع ده وشوفوا لنا المفروض نعالجه ازاي، ويبداوا يعملوا حاجه اسمها ايه؟ ديسكشن بيبر. ايه بقى الديسكشن بيبر؟ يبقى الادفايزري كوميتي عمل مقترح بمعيار، ده مجرد مقترح، ورقة نقاش، هيعرضها على مين؟ هيعرضها على الادفايزري كونسل، يعرضها على الناس دي. ايه رأيكم يا جماعة؟ يا جماعة احنا يعني بندرس الموضوع ده، انتوا شايفين ده ممكن نطوره ازاي؟ انتوا شايفين ده ممكن نعمله ازاي؟ ونبدأ نطور فيه لغاية ما نطلع حاجة اسمها، لسه برضو مش المعيار، اكسبوجر درافت، النسخة اللي تحت الإصدار، اللي خلاص بقى قبل ما نصدره، ونعرضها تاني على الادفايزري كونسل، وناخد منهم آراء، وناخد الآراء وننقح، وبعد ما ننقح خلاص بقى وصلنا للشكل النهائي، نروح عاملين المعيار ونطلعه للآياسب، عشان الآياسب يأبرف عليه، يديني اعتماد، يقول لك خلاص هو ده المعيار، اصدره للناس، اصدره للجمهور، ويبقى عندك آخر خطوة الفاينل ايفرس اكاونتنج ستاندردز، يبقى وصلنا للمعيار النهائي. يبقى السيكونس الطبيعي ان انت بتبدأ بلجنة نصح منبثقة من الآياسب، اللجنه دي بتناقش مشكله معينه وتعرضها في شكل ديسكشن بيبر، اللي بناخد اراء الناس ونعمل منها اكسبوجر درافت، اللي بنطوره برضه وفقا للفيدباك اللي بنلمه من الناس، عشان نوصل للاخر للفاينل ايفرس اكاونتنج ستاندرد، المعيار النهائي. يبقى لو سألني عليها هكتبها برضو في عجالة زي ما انا كاتبها في الباراجراف هنا. بص بقول لك in addition the IFRS is responsible for developing high quality standard. الأهداف اهي بتتكتب في سطر: promoting their proper application, consider the needs of different countries and support worldwide adoption to ensure fairness and transparency. Every standard passes through due process. اسمها due process. الباراجراف ده اهم من حياتك. يعني انا في الفايل بتاع السمري ده بعد كل معيار هتلاقيني حاطط لك باراجراف بقول لك ده اللي انت هتكتبه في الامتحان، هو ده اهم حاجه تطلع بيها في الموضوع وتتدرب عليه بالكيبورد. الديو بروسيس بتاعتنا that include consultation and discussion paper, exposure draft and public feedback before the final IFRS standard is issued. قبل ما نصدر المعيار النهائي. خلاص كده. اخر حته بقى الانتربريتيشن كوميتي. قبل ما نقول انتربريتيشن كوميتي بقول لك خلي بالك، لازم وانت بتطبق الاربع خطوات بتوع اضيف دول لازم تطبق 3 مبادئ مهمين: accountability, consultation and transparency. يعني ايه؟ يعني ان انا ابقى مسؤول تجاه كل اليوزرز عن كل كلمه بكتبها في المعيار، واتحمل المسؤوليه دي، وابدا اشوف اثار الكلام ده على اللي هيطبقوا ايه، الاثار المترتبه، ويا ترى دي هتاثر عليهم وهم بيعملوا القوائم الماليه ازاي، لان انا مسؤول، انا متحمل المسؤوليه. وعلشان ما بقاش ماشي براسي كده وخلاص، لا، لازم اشور، لازم اعمل كونسلتيشن، اخد راي الناس. عشان كده يا راجل ده المعيار قبل ما يطلع بيتعمل على ورقتين لسه، اللي هم الديسكشن بيبر والاكسبوجر درافت، واخد راي الناس مرتين واقعد انقح في المعيار صح ولا لا، وكل مره اعرض الكلام بالكامل على الناس وابقى شفاف وبحقق الترانسبيرنسي، الشفافيه المطلقه. نفس الكلام اللي قلناه على المعيار ينطبق ايضا على الانتربريتيشن كوميتي، اللي بتعمل ايه؟ بتراجع المعايير وتشوف لو فيها اي مشاكل، او في حتت ما غطيناهاش في المعيار، او في حتت عامله مشاكل للناس، وتبدا تعالجها وتبدا تفسرها وتكلاريفاي، توضح، يعني تقول لنا بقى الحته دي المفروض اعالجها ازاي وافسرها ازاي. طب يا ترى الانتربريتيشن كوميتي
الحاجات اللي بتصدرها، الملفات التفسيرات اللي بتصدرها، قوة إلزامها هل هي ملزمة زي المعايير؟ بالظبط ملزمة زي المعايير، إلا في حالة واحدة، لو كانت بتخالف قانون. يعني لو أنت أصدرت تفسير، أو حتى المعيار بالمناسبة، لو المعيار يخالف قانون دولة، لا، قانون الدولة ليه الأولوية، بس ليه الأولوية في النقطة اللي بتخالفه بس. فيما عدا ذلك لا، ارجع طبق المعيار بالكامل. طب التفسير ده بيصدر ازاي؟ تقريبا نفس السيكونس ونفس الخطوات بتاعت اضيف، بس اللجنه عاملاها في 6 خطوات تانيين، والله معناهم وفحواهم هتلاقيهم نفس المعنى. انا اختصرتهم برضو في مينومينيك سكوب، ان انت بتعمل ستاف ريفيو. طب ما زي ما عملنا هناك ادفايزري كوميتي، بص قارن كده. ستاف ريفيو، ان عندي فريق بيراجع ايه؟ بيراجع المعايير المحليه بتاعت الدوله اللي عندها المشكله، ونراجعها ونطبقها بالفريم ورك. ايه الفريم ورك ده؟ الدستور بتاعنا اللي احنا هناخده كمان شويه، كونسبشوال فريم ورك. ونشوف المشكله ديت في ضوء الكونسبشوال فريم ورك المفروض نعالجها ازاي. وبعدين نقعد مع الناس المطورين للمعايير المحليه ونقول لهم باشا مشاكلكم ايه؟ ايه اللي بيختلف عندكم في المعايير المحليه ولقيتوا عامله عندكم ازمه؟ وبعدين نصدر بالمشكله دي حاجه اسمها اوبينيون درافت، بدل ديسكشن بيبر واكسبوجر درافت، لا، اوبينيون درافت، راي، بس عارضينه في ملف كده سميناه اوبينيون درافت. والاوبينيون درافت ده هنعرضه على الجمهور علشان ناخد منهم فيدباك، ونعمل بيه ريفيو، بابليك فيدباك ريفيو، وناخد منهم ارائهم، وننقح الاوبينيون درافت. وبعد ما ننقحه نطلعه للكوميتي، اللي هي الانتربريتيشن كوميتي، اللي هي لجنة التفسيرات، عشان هي تاخد الاندورسمنت. يعني ايه اندورسمنت؟ يعني توافق عليه، بس الموافقة دي لسه مش نهائية، عشان الكوميتي لازم ترفعها للمجلس اللي اعلى منها. انت نسيت ولا ايه؟ ما الانتربريتيشن كوميتي دي في الهيراركي في اللي اعلى منها مين؟ الاياسب. ترفع للاياس بتقول له والله احنا وصلنا للتفسير الفلاني، يجي الاياس بيأبرف عليه ويديله الابروفال، خلاص كده التفسير بقى ساري. شكرا. لو ترجع للبراجراف اللي انا لامم فيه الموضوع هتلاقيني كتبت دي في سطر كمان، بقول لك finally the interpretation committee help in reviewing accounting issues and consulting national standard setter issuing opinion draft and obtain. واخدين بالكم الصنعه بتاعت الاجابه ماشيه ازاي؟ عناوين تخيطها مع بعض كده في جمل. شكرا. and obtaining، والله ما هتلحق تكتب اكتر من عناوين، انا بحلف اهو، لسه طالعين من الامتحان امبارح، والله ما هتلحق تكتب اكتر من عناوين. فعشان كده انت تسمع طبعا المحاضرة كاملة وكذا مرة كمان عشان ترسخ عندك الكونسبت، بس لما تيجي تكتب هتكتب كده اهو. and obtaining final approval from the IAS board to ensure consistent application of IFRS. اوقف كده اخد نفس واسال حضراتكم ايه رايكم في اول موضوع والبراجراف النهائي اللي انت هتكتبه؟ ده اللي انا عايزه منك. وايه استفساراتكم في اول نقطه لسه مخلصينها، ريجولاتوري فريم ورك؟ اتفضل يا استاذ يوسف. هو دكتور كده يعني الشرح الصراحة تمام وكل حاجة جميلة، بس بالنسبة لحضرتك النقطة اللي هي إن إحنا ما نلحقش نكتب كبير. يعني أنا ساعات ببص في الباراجراف دي في الكتاب، في حاجات بحس إن الباراجراف بتاعها كبير قوي. يعني زي مثلا في الحتة بتاعت الآي فورس اس 1 واس 2، يعني ما شاء الله صفحة كاملة تقريبا. انهي دي؟ فالكلام ده هنلحق نكتبه أصلا في الباراجراف ولا هنلخصه؟ اه ده. يعني ده مثلا ده كبير، يعني أنا بيتهيألي في لا توقيت ما ده هو لا لا سؤال. لا، استنى لما اجي لها هقول لك. لان انا هنا كاتبه على المعيارين، انت لما امم هتتسال على معيار، فانت هتكتب نص ده. فهمت حضرتك. ده على المعيارين. فهمت حضرتك وانت هتشوف في اسئله الامتحانات، في الامتحانات ما بيجيبش غير معيار واحد، امم فما تقلقش من الحته دي. خلاص ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. الله يخليك. حد تاني عنده اي استفسار؟ ننطلق في الكونسبشوال فريم ورك. ايوه يا عبد الرحمن.
سؤال يا دكتور بس عشان اتخيل، يعني ضغط الكتابة نفس الاسي بتاع السي ام اي كده ولا اكتر اكتر. بكتير؟ بص، السي ام اي لما كنت بتجاوب في الايساي كان اخرك سطر سطرين وبتقلب وتخش على اللي بعده، صح ولا صح. لا؟ صح. ده ليه؟ لان انت كان في الايساي انت عندك 6 اسئله او 12 سؤال عايز تجاوبهم في ساعه. صح. وفي طيب، منهم براكتيكال برضه عادي. بس براكتيكال اخرهم ايه؟ حسبه في سطر يعني. بالظبط. طيب هنا بقى هم 4 اسئله بتجاوبهم في 3 ساعات وربع. طيب يعني اكتر، الوقت اكتر. طبعا اكتر طبعا، وده هنتكلم عليه لما نيجي للامتحان. انت طبعا كل سؤال لازم يبقى ليه بالظبط كده 45 دقيقة، ما ينفعش يزيد عن كده، عشان مم. تخلي الربع ساعة اللي في الآخر دي تقفل حاجة، حتة هربت، حتة بتاع. 45 دقيقة كونسوليديشن دايما بتسحب أكتر من كده. أنا امبارح كونسوليديشن خدت معايا بتاع 50 دقيقة. مم. نقلت على السؤال التاني كان شير بيزد بيمنت، خد مني شوية شغل برضه، خد شوية وقت. لقيت هيبدأ ياكل من وقت السؤالين التانيين، بدأت ألم نفسي بقى، اللي هو لا الحق عشان ما اضيعش، ما اكلش من وقت الأسئلة التانية، ما هو لازم صح. تمانج التايم ده. هو وانتوا التكنيك ده مهم، خد- المانجمنت لو ما عملتوش ممكن تضيع اه وقتك اللي كله. خدوا السي ام اي مروا بالتجربة دي. صح. فلا بالعكس، انا بطمنك اهو، انت ان شاء الله هيبقى عندك أزمة ان انت محتاج وقت تكتب اكتر. مم. فحتة ان انا اكتب كتير دي ما تخافش منها، هتكتب. بالعكس انت هتبقى محتاج وقت تكتب اكتر. لا انا مش خايف من اني اكتب كتير، انا خايف اني يعني زي ما انت بتقول سؤال يجي على حساب سؤال تاني. لا ما هو ان شاء الله بقى دي تيجي ازاي مع الحل كتير. صح. ان ان شاء الله. شاء الله. باذن الله. نخش على الموضوع اللي بعده، ولا تحبوا نوقف هنا وتبقى البدايه لطيفه كده؟ وبشكركم جدا، ونتقابل السبت الجاي على خير باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا فندم. الله يخليك.